كتاب الله للأرواح نور، تنال به السعادة والسرور، إلى درب الهدى والخير يهدي، وللجنات يوصل من يسير. كتاب الله. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، اقرأ سورة البقرة كاملة يوميا لمدة 41 يوم. كل يوم تقرأ سورة البقرة مرة، بتاخد لها ساعة أو ساعتين. كل يوم تقرأ سورة البقرة مرة لمدة 41 يوم. طيب افرض ان هي امرأة مصابة بهذا السحر وتخلل هذه الايام حيض، يبقى هتعمل ايه؟ لو استطاعت ان هي تقرأ وتقلب صفحات المصحف بحائل لا بأس. طيب تستمع اليها مفيش مشاكل، ممكن تستمع اليها. طب تخيل ان المصاب بهذا النوع من السحر لا يقرأ ولا يكتب، يبقى يستمع لسورة البقرة يوميا لمدة 41 يوم. تستمع للسورة كاملة. ومعنى انك تستمع مش انك تبقى مشغلاها وانت بتطبخي في المطبخ او بتغسلي، لا، بعد ما تفرغي من عمل البيت تقعدي وتشغلي الكاسيت، الوسيلة اللي هتسمعي منها، تقعدي وتنصتي إلى سورة البقرة حتى تنتهي من القراءة. بعد ما تفرغي من عمل بيتك تشغلي تليفونك، إذا كنت هتستمع إليها من تليفون أو هتستمع إليها من كمبيوتر أو بأي وسيلة أيا كانت، تشغليها وأنت منتبهة ومتفرغة تماما للاستماع لسورة البقرة لمدة 41 يوم. تسمعي سورة البقرة كاملة. ده أول نقطة في البرنامج العلاجي الشرعي للخلاص من سحر المقابر. تاني نقطة، هتروح لأي عطار كبير وهتجيب من عنده شبة اللي هي بيستعملوها في تطهير الماء، شبة وورق سدر وتحطهم في البانيو عندك، أو لو ما عندكش بانيو هتجيب طشت كبير وتحط فيه المية وتحط فيه ورق السدر وتحط فيه الشبة. وزوجك أو لو كان المصاب راجل زوجتك أو أخوك أو أختك يبدأ يصب عليك من المية اللي فيها السدر بالشبة ديت، يصب على جسمك الماء بكوباية كده اهوت بلاستيك، يصب عليك وانت قاعد في الطشت او انت قاعد فين في البانيو. تعمل الموضوع ده امتى؟ كل يوم قبل صلاة المغرب مباشرة تقعد في البانيو ده، تحط الشبة وتحط ورق السدر ويبدأ ياخد ويصب عليك، تمام؟ لمدة 7 أيام. لمدة 7 أيام وتكرر. لو عرفت تعمل الموضوع ده هوت قبل المغرب مباشرة كل يوم لمدة 40 يوم يبقى تمام. طب ما فيش، يبقى 7 أيام على الأقل 7 أيام. دي تاني نقطة في برنامج العلاج. تالت حاجة، هتجيب من عند العطار زيت زيتون وخل تفاح وماء ورد. زيت زيتون وخل تفاح وماء ورد، وهتقرأ عليهم الرقية الشرعية وسورة البقرة كاملة أو ما تيسر من سورة البقرة. الرقية الشرعية وسورة البقرة كاملة أو ما تيسر من سورة البقرة، وتخلطهم كلهم مع بعض، خل التفاح مع زيت الزيتون مع ماء الورد المقروء عليهم الرقية الشرعية، تخلطهم كلهم مع بعض وكل يوم تدهن منهم جسمك الصبح وقبل المغرب. كل يوم تدهن منهم جسمك الصبح وقبل المغرب. طب واحد ممكن يقول لي أنا بروح الشغل الصبح، خلاص بعد ما ترجع من الشغل تدهن جسمك وقبل المغرب قبل ما تنام. هتعمل موضوع الدهان ده اهو الصبح وقبل المغرب اذا كنت ست بيت، او بعد ما ترجع من شغلك وقبل المغرب اذا كنت راجل بتروح الشغل الصبح. هتعمله لمدة 21 يوم. 21 يوم. لاحظ ان الايام اللي انا بقولها دي على التوالي، ما يفرقش بينها حاجة، كل يوم لمدة 21 يوم. احنا قلنا 3 نقط، هتلاقي نفسك بدأت تتحسن رويدا. لو عجبك الفيديو واستفدت منه ما تنساش دعم الفيديو بلايك وشير وسبسكرايب. دعم الفيديو عشان تساعد على انتشاره. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.